حبايب قلبي طلبة جينيور 6 ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مستر احمد السيد. هنبدأ مع بعض النهارده شرح اول درس في منهج وهو الديفيزابيلتي. اولا كده اعرفك بيا، انا مستر احمد السيد. القناة بتاعتي اسمها دايموند فور ماث. عندي قناة على التليجرام وبنزل فيها الشيتس اللي انا بشرحها دي كل حصة. هشرح لكم ان شاء الله باذن الله، يعني هناخد المنهج كله، الشرح هيبقى كامل والشيتس هتبقى مجانية بدون اي مقابل. ولو احتجت اي حاجه ممكن تبعت لي على الواتساب، هتلاقي رقم الواتساب موجود عندك، او تبعت على التليجرام هتلاقيني برد عليك. نبدا باول حاجه عندنا وهي الديفيزابيلتي. اولا كده يعني ايه ديفيزابيلتي؟ عشان تعرف يعني ايه ديفيزابيلتي لازم تركز معايا في الحته دي. انا دلوقتي معايا النمبر ده 12 divided 2. 12 divided 2 هنشوف 12 divided 2 دي بكام. طب انا عشان اعرف 12 divided 2 دي هجيبها ازاي؟ هشوف هو ايه النمبر اللي ممكن تعمله تايمز 2 يدي لك 12. ايه النمبر اللي ممكن تعمله تايمز 2 يديك 12؟ ال 6. يعني الرقم ده ايكوال 6. يعني دلوقتي انا قدرت اعمل ديفايد، يعني 12 عرفت اعملها ديفايد على 2، وهو ده معنى الديفيزابيلتي. يعني انت تقدر تعمل ديفايد على النمبر. يبقى انا دلوقتي هقدر اقول ان ال 12 ديفيزبل على ال 2، ال 12 ديفيزبل على ال 2. تمام. طب نفس الفكره 12 ديفايدد 6، ما هي 12 ديفايدد 6 يطلع معاك ب 2. يبقى تقدر تقول ان 12 ديفيزبل باي 6 وديفيزبل باي 2. تمام كده؟ ده معنى فكره الديفيزابيلتي. طيب نفس الكلام عندي هنا 13 ديفايدد 3. 13 ديفايدد 3 ينفع تعمل 13 ديفايدد 3 او في حاجه تعملها تايمز 3 تديك 13؟ لا مفيش. طب ارجع لورا خطوه كده 3 تايم. تعال نجرب شوف تيبل 3 كده ونشوف مين اللي اقرب لل 13. 3 تايمز 1 ب 3، 3 تايمز 2 6، 3 تايمز 3 9، 3 تايمز 4 12، 3 تايمز 5 15. يعني اقرب حاجه هي 12. 12 اللي هي جت منين؟ من 3 تايمز 4. يعني انا دلوقتي اقدر اقول ان الناتج 4 بس معايا ريميندر. طالما معاك ريميندر يبقى تعرف على طول ان ده مش ديفيزبل. طب الريميندر بتاعنا كام؟ احنا رجعنا خطوه عشان نرجع لل 12، رجعنا خطوه واحده. يبقى دلوقتي انا اقدر اقول ان النمبر ديفيزبل باي انذر نمبر امتى؟ لو كان الريميندر بتاع الديفيجن 0. هنا الريميندر 0 وهنا الريميندر 0، لكن طالما في ريميندر كده يبقى ده not divisible. تمام. تعالى نكمل كده. يبقى هنا بيقول لك any number is divisible by another number if the remainder of the division is 0. لو كان الريميندر 0 يبقى الرقم ده divisible على الرقم الثاني. طيب عندنا بقى شويه رولز، والموضوع هنا جميل قوي وشيق قوي هيعجبك. شويه رولز هتعرفها هتخليك بمجرد ما تبص على الرقم تعرف هو divisible على كذا ولا divisible على كذا ولا divisible على كذا. مجرد بس ما تبص على الرقم هتعرف. اهم حاجه تعرف الرولز دي. الرول الاولانيه هي divisibility rule for 2. انا عشان اعرف ان الرقم ده divisible على 2 ولا لا، شرط اساسي ان الرقم ده يكون even. يعني ايه even؟ كان عندنا الارقام كانت بتتقسم لحاجتين، odd number و even number. الاود نمبر اللي هو 1 و 3 و 5 و 7 و 9 و 11 وهكذا، ده كده كان الاود. لكن الايفن نمبرز اللي هي كانت مين؟ اللي هي كانت 2 0 وال2 وال4 وال6 وال8 وهكذا. واي رقم طبعا اوله حاجه من دول، الوانس بتاعه حاجه من دول، بيبقى اسمه ايه؟ بيبقى اسمه ايفن نمبر. يبقى انا دلوقتي عشان اقول ان النمبر ده divisible by 2 الشرط بتاعي ايه؟ هو ان النمبر يكون even. طب انا بعرف منين ان هو even؟ من الوانس بليس. لو كان even يبقى الرقم كله even. يعني 14 دي even، 14 دي even لان ال 4 even number. 136 ده كده even. 1572 ده كده برضو even. يعني كل دول نقدر نقول ان هم divisible by 2. كل دول divisible على 2. تمام. طيب نيجي هنا بيقول لك 120. انا عايز اعرف بقى مين في دول divisible by 2. عشان تعرف مين في دول divisible by 2 بتبص على اول رقم الوانس بليس. لقيته even يبقى ده divisible، لقيته مش even يبقى ده مش divisible. تمام؟ اهو 120 دي even ولا مش even؟ الزيرو even يبقى ده كده divisible على 2. 3245 ده كده even ولا مش even؟ ال 5 دي even؟ لا مش even، يبقى ده كده not divisible.
35,352 ال 2 دي even ولا مش even؟ even، يبقى ده كده divisible. طيب ودي كده كانت اول رول عندي اللي هي divisibility by 2. امتى بيكون الرقم divisible على 2؟ لو كان even number زي ما قلنا. تمام. طيب نيجي للديفيزابيلتي على 3. عشان اقول ان النمبر ده divisible على 3 لازم برضو يتحقق عندي شرط. ايه هو الشرط؟ ان هنا بيقول لك the sum of the digits of the number is a multiple of 3. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت دلوقتي مثلا معاك 15، هتاخد الرقمين دول تعملهم بلس ال1 تعملها بلس ال5، ده معنى كلمه the sum of the digits. هعمل لدول بلس، والله طلعوا معايا برقم موجود في تيبل 3 يبقى ده divisible على 3. طلعوا معايا برقم مش موجود في تيبل 3 يبقى ده مش divisible على 3. تمام؟ طب 1 بلس 5 بكام؟ ب 6. هي مش ال 6 موجوده في تيبل 3؟ يبقى ده divisible على 3. طب تعال نشوف اكزامبل تاني. بيقول لك هنا 93. 93 ده هل هو divisible على 3 ولا لا؟ هتاخد الرقمين دول تعملهم بلس. ال 9 بلس 3 بكام؟ 9 بلس 3 هتطلع معاك ب 12. طب هي ال 12 دي موجودة في تيبل 3 ولا مش موجودة في تيبل 3؟ ال 12 موجودة في تيبل 3 يعني الرقم ده divisible by 3. هنا نفس الكلام 342 هتعمل بلس للديجيتس دول. 3 بلس 4 ب 7، 7 بلس 2 ب 9. يبقى انا هقول له دلوقتي انا عملت 3 بلس 4 بلس 2، 3 بلس 4 قلنا 7، 7 بلس 2 طلعت ب 9، وال 9 ده موجود في تيبل 3 يعني ده divisible على 3. 120 برضو نفس الفكرة، 1 بلس 2 ب 3 و3 بلس 0 يعني 3 يبقى ده برضو divisible على 3. يبقى أنا دلوقتي أخدت حاجتين أو 2 rules. إيه هما ال 2 rules؟ الرول الأولانية بتاعة ال 2 اللي هي لازم يكون النمبر even. الرول الثانية بتاعت ال 3 لازم يكون السم اوف ذا digits multiple of 3. مجموع الديجيتس دول يكون multiple لل 3 يعني في تيبل 3. تعالى نشوف اللي بعدها. الرول اللي بعدها بتاعت ال 4 ودي ليها شرطين. ايه هما الشرطين دول بقى؟ هو الشرطين دول مش مهم الاثنين يتحققوا، مهم يتحقق منهم اي واحد منهم لو اتحقق يبقى دي divisible على 4. طب ايه هما الشرطين دول يا مستر؟ قال لك ان الشرط الاولاني هتبص على اول 2 digits، على اول 2 digits اللي هما الوانس والتنس، لازم يتحقق فيهم حاجه من الاثنين اللي هنقول عليهم. ايه هي الحاجه الاولانيه؟ ان اول 2 digits دول لازم يكونوا حاجه في تيبل 4، رقم في تيبل 4. الحاجه الثانيه ان هما يكونوا زيروز. لو كانوا زيروز او كانوا نمبر في التيبل 4 يبقى ده divisible على 4. يبقى عشان اقول ان النمبر divisible على 4 محتاج حاجتين. الحاجه الاولى ان اول 2 digits يا اما يكونوا في تيبل 4 يا اما يكونوا زيروز. طب تعالى نشوف كده اكزامبل عليها. بيقول لك هنا which of the following divisible by 4. مين في دول divisible على 4؟ هتبص على ايه؟ هبص على اول 2 digits. 20 دي في تيبل 4؟ في تيبل 4 يبقى ده كده multiple of 4 او divisible على 4. هنا 5036 دي في تيبل 4؟ يبقى ده برضو divisible على 4. طب هنا 5300 دي مش في تيبل 4؟ في تيبل 4 يبقى ده divisible على 4. يبقى احنا دلوقتي اخدنا 3 rules. احفظ معايا الرولز، الموضوع ما فيهوش حاجه. الاولانيه هي ايه؟ 2 اي نمبر divisible by 2 لو كان even. النمبر هيكون divisible على 2 لو كان even. 3 يكون السم بتاع الديجيتس في تيبل 3. 4 لازم يكون اول 2 digits او الوانس والتنس يكونوا زيروز او نمبر في تيبل 4. طب بالنسبه لل5 لو جينا افتكرنا كده تيبل 5 كان بيقول ايه؟ 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 وهكذا بقى. يعني الوانس بليس عندك كان على طول يا اما 0 يا اما 5، يا اما 0 يا اما 5، يا اما 0 يا اما 5. طب انا دلوقتي هقول ان النمبر divisible على 5 امتى؟ هبص على اول ديجيت يا اما 0 يا اما 5، يا اما 0 يا اما 5. زي هنا مثلا 3745
الرقم الاولاني ايه 5 يبقى ده كده ديفيزبل على 5. هنا 0 ديفيزبل على 5. طب تعال نشوف دول 325 ده ديفيزبل على 5 ولا لا؟ طالما قلت 5 يبقى خلاص ديفيزبل. 503 هل ده ديفيزبل على 5؟ لا. طب نشوف اللي بعده 120 دي عماله تقابلنا في حاجات كتير وكل مره تطلع ديفيزبل، يعني هي شغاله مع اي حد. 120 دي هتلاقيها مع اي حد شغال، ما تقولش لا. ودي كده الرول بتاعه ال5. تعال نشوف الرول بتاعه ال6. والرول بتاعه ال6 فيها شرطين، والمره دي بقى الشرطين لازم يتحققوا. ايه هما الشرطين؟ قال لك عشان الرقم ده يكون ديفيزبل على 6 لازم الرقم يكون ديفيزبل على 2 وفي نفس الوقت يكون ديفيزبل على 3. يبقى لازم الرقم ده يكون ديفيزبل على مين؟ على 2 وعلى 3 عشان اقدر اقول ان هو ديفيزبل على 6. تمام؟ يعني انا هجرب حاجتين. بالنسبه لل2 كان لازم الرقم يكون ايفن. طب بالنسبه لل3 هعمل السم بتاع الديجيتس يكون في تيبل 3. تعالى نشوف اول اكزامبل عندي. بيقول لك هنا 630. 630 ده هل هو ديفيزبل على 6 ولا لا؟ اول حاجه هتبص عليها الاولاني، انت ايفن يبقى هياخد الصح الاولانيه، ده ديفيزبل على 2. تاني حاجه هعملها هعمل بلس للديجيتس. 6 بلس 3 equal 9. 9 بلس 0 equal 9 برضه، يبقى هياخد الصح الثانيه لان هو كده ديفيزبل على 3. طالما اخد الصح دي والصح دي زي في الواتساب كده اخد صحين، يبقى ده كده ايه ديفيزبل على 3. يبقى انا كده خلاص ديفيزبل قصدي على 6. طب هنا نفس الفكره، هبص على اول ديجيت 0 يعني ايفن، يبقى ياخد الصح الاولانيه. هعمل السم بتاع الديجيتس 12 يعني 1 بلس 2 equal 3. 3 بلس 0 برضه ب 3 اخد الصح الثانيه، يعني ده كده ايه ديفيزبل على 6. تمام. ده كده احنا خدنا كام رول يا مستر؟ احنا كده خدنا الرول بتاعت ال2 وبتاعت ال3 وبتاعت ال4 وبتاعت ال5 وبتاعت ال6. 2 وال3 وال4 وال5 وال6. تمام؟ خدنا 5 رولز. اخر رول عندك هي الرول بتاعت ال10. طبعا تيبل 10 كان 10 20 30 40 50 60 70 80 90 وهكذا. يعني ايه؟ يعني الوانس ديجيت على طول زيرو. يبقى الشرط الوحيد بتاع ال 10 ان الوانس ديجيت يكون زيرو. الموضوع يعني مش محتاج، انت هتبص بس على الرقم اوله زيرو ديفيزبل على 10، مش زيرو مش ديفيزبل على 10. يعني ده كده تمام، ده كده تمام. لاحظ ان ال 120 التاني ماشيه مع اي حد، عشان ممكن يجي مثلا يسالك سؤال يقول لك هات لي رقم ديفيزبل على 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 وهكذا، هتقول له 120. شغال مع اي حد ما بيقولش لا. تمام. تعالى نشوف بقى الفكره اللي بعدها. بيقول لك هنا ان each whole number is divisible by 1. اي whole number في الدنيا divisible على 1. يعني ممكن تعمله divided 1، 5 divided 1 ب 5، 3 divided 1 ب 3 وهكذا. و each whole number is divisible على itself ما عدا الزيرو. الزيرو ما ينفعش تقول ان هي divisible على itself، لان انت ما ينفعش تعمل divide على زيرو. ما ينفعش تقول حاجه over زيرو، ده مستحيل. تمام. والزيرو divisible by any number ما عدا نفسه. يعني الزيرو divisible على اي حد ما عدا نفسه واي number divisible على itself ما عدا الزيرو برضه. تمام. نراجع كده مراجعه سريعه على الرولز اللي احنا خدناها. احنا كده اخدنا ايه؟ عندك الرول بتاعت ال2 قلنا ان النمبر بيكون divisible على 2 امتى؟ لو كان الوانس ديجيت even. تاني حاجة 3 لو كان the sum of the digits divisible على 3. ال4 لو كان أول 2 digits يا إما zeros يا إما في table 4. ال5 لو كان أول digit يا إما 0 يا إما 5. ال6 لازم يكون divisible على 2 و 3. وال10 لازم يكون الوانس digit بتاعها إيه؟ 0. طيب نيجي بقى نحط لك شوية أسئلة كده ونشوف هتعرف تحل ولا لأ، فهمت ولا ما فهمتش يا بطل. جاي هنا بيقول لي which of the following divisible by 2. مين في دول divisible على 2؟ وعايزك تحل معايا لو سمحت، ما تكسلش، امسك قلمك كده ويا ريت الشيت يكون اتطبع وتحل معايا. حتى لو الشيت لسه ما لحقتش تطبعه حل برده معايا في ورقه كده خارجيه او في كراسه واطبع الشيت وحل تاني عشان المعلومه تثبت. بيقول لي which of the following divisible by 2. مين في دول divisible على 2؟
عشان اقول ان هو ديفيزبل على 2 هبص على اول رقم، هل انت ايفن؟ لا. هل انت ايفن؟ لا. هل انت ايفن؟ بس موضوع بسيط. طب هنا مين في دول ديفيزبل على 3؟ هتمسك الارقام تعمل لها بلس. 3 بلس 3 6. 6 بلس 5 11. لا مش عايزه. هنا 2 بلس 3 5. 5 بلس 5 10. لا مش عايزه. 1 بلس 1 2. 2 بلس 7 9. 9 بلس 5 14. لا مش عايزه. 2 بلس 2 بلس 2 6. هو ده اللي انا عايزه. نيجي هنا مين في دول ديفيزبل على 4؟ هبص على اول 2 ديجيتس، لو كانوا في تيبل 4 يبقى هو ده اللي انا عايزه على طول من غير ما تفكر. اول 2 ديجيتس هم اللي هيحددوا. 30 هل ده في تيبل 4؟ لا. 14 هل دي في تيبل 4؟ لا. 18 هل هي في تيبل 4؟ لا. خلاص. مين في دول ديفيزبل على 5؟ بص على الزيرو وال5. فين الزيرو او ال5 في الاول؟ اهي. مين في دول ديفيزبل على 2 و5 مع بعض؟ طب عشان يكون ديفيزبل على 2 لازم يكون ايفن، وعشان يكون ديفيزبل على 5 لازم يكون اوله 0 او 5. فهنستبعد ده، مش عايزين ال5، لا احنا عايزين اوله 0 عشان يبقى ايفن. يبقى انا هدور على اللي اوله 0 اهو. تمام. بيقول لك هنا which of the following is divisible by 3 and 5. انا عايزه يكون divisible على 3 وعلى 5 مع بعض. يبقى هشوف الشرطين لازم يتحققوا، الشرطين اللي هم الاولاني بتاع ال5 اللي هو يا اما 0 يا اما 5، وهتبص هتلاقيهم كلهم ينفعوا مع ال5. ده اوله 0، ده اوله 0، ده اوله 5، ده اوله 5. يبقى الشرط الثاني هو اللي هيفصل. لازم يكون السم بتاع الديجيتس حاجه في تيبل 3. 1 بلس 3 4 مش عايزك. 2 بلس 5 7 مش عايزك. 7 بلس 5 12 هو ده اللي انا عايزه. اللي بعده عايز الرقم يكون ديفيزبل على 2 و 3 و 5. الموضوع سهل على فكره ما تتخضش. 2 يعني ايفن، طب 5 يعني اوله 0 او 5، طب 3 يعني السم بتاع الديجيتس بكام في تيبل 3. يعني دلوقتي انا عايزه ايفن واوله 0 او 5. ازاي ايفن واوله 0 او 5؟ يعني انا تاني هقول لك ان احنا هنستبعد ال5، مش عايزينه. اي حاجه فيها 5 مش عايزها لان ده مش ايفن. يبقى هو يا ده يا ده. مين اللي هيحقق معايا الشرط بتاع ال3؟ اعمل السم للديجيتس. 3 بلس 0 ب 3 خلاص هو ده. طب 3 بلس 2 ب 5 لا مش عايزه برضو. نيجي اللي بعدها مين في دول ديفيزبل على 3 و4؟ طب بالنسبه لل4 ببص على اول 2 ديجيتس. هل انت في تيبل 4؟ لا. هل انتوا في تيبل 4؟ 24 موجوده في تيبل 4. طب اعمل بلس للرقمين دول، الثلاث ارقام دي. 5 بلس 2 7. 7 بلس 4 بكام؟ 7 بلس 4 ب 11. لا مش عايزه. طب هل انت في تيبل 4؟ لا مش عايزه. طب هنا هل انت في تيبل 4؟ 28 في تيبل 4. طب اعمل بلس للديجيتس. 2 بلس 2 ب 4. 4 بلس 8 ب 12 هو ده اللي انا عايزه. ماشي. which of the following is divisible by 6؟ مين في دول divisible على 6؟ عشان يكون divisible على 6 لازم يتحقق الشرطين بتوع 2 وبتاع 3. وقلنا ان احنا عندنا رقم مهم قوي 120 شغال مع اي حد. 10 لازم يكون اوله 0. حلو قوي الكلام ده. طيب دي كده اول فكره عندنا في الدرس. تاني فكره عندنا هي بتقول لي relation between the factors and the multiples. لو جيت دلوقتي قلت لك مثلا انا معايا 3 times 4. 3 times 4 بكام؟ 3 times 4 equal 12. حلو. يعني دلوقتي ال 3 وال 4 اقدر اقول عليهم ان هم factors of 12. يعني ايه factors of 12؟ يعني حاجة عملتها تايمز حاجة اديتك ال 12. يعني دول اللي بيجيبوا لي ال 12. طب ده هقول عليه ان هو multiple. طب multiple لمين؟ multiple لل 3 وال 4. هو multiple of 3 and 4. تمام. طب divisibility خلاص عرفنا. هيبقى انا عندي divisibility وفاكتور ومالتيبل. الفاكتورز والمالتيبلز بعرفهم ازاي؟ لو الرقم ده تايمز ده ايكوال 12 يبقى ده فاكتور لل 12 وده فاكتور لل 12. وبرده نفس الكلام ده كده يبقى مالتيبل ليهم. ماشي؟ تمام. تعال نشوفوا كده فكرتها. حل اسئله عليها عشان تثبت اكتر.
بيقول لك لو كان 8 times 9 equal 72 يبقى 72 divisible على مين ومين؟ 72 divisible على ده وده، ما هما الاثنين فاكتورز بتوعها. يبقى هنا انا عشان اقول ان النمبر ده، انا عندي هنا بيقول لك لو كان 8 times 9 equal 72 يبقى 72 ده divisible على مين ومين؟ قلت divisible على 9 و7، 9 و8 قصدي. تمام. طب نفس الفكره لو كانت ال 36 هي مالتيبل لل 9، 36 هي مالتيبل لل 9 يبقى 36 ايه علاقتها برضه بال 9؟ اقدر اقول ان 36 divisible على 9. تمام. طب هنا بيقول لك لو كان 412 divisible على 4، 412 ده divisible على 4 يبقى 4 ده اسمه ايه بالنسبه لل 412؟ ال 4 ده هيكون اسمه فاكتور. يبقى احنا دلوقتي وصلنا ان انا لو كان الرقم ده divisible على ده كده divisible على ده يبقى الصغير فاكتور ليه، والعكس صحيح، لو ده كان فاكتور يبقى ده مالتيبل ليه او divisible عليه. تمام. طب تعالى نشوف كمان اللي تشوز. بيقول لي 5 times 7 equal 35 then 35 divisible على مين؟ 35 divisible على ده وده. هشوف مين فيهم موجود واخده. 7 is not of 35. 7 دي بالنسبه لل 35 هل هي فاكتور ولا مالتيبل ولا divisible ولا برودكت؟ لا هي فاكتور. طب هنا بيقول لي each of the following in each of the following circle the numbers which are. انا عايز الارقام اللي هي divisible على 2. divisible على 2 لازم يكون even. اختار كل الايفن. ده even؟ لا. ده even ده even ده even ده even لا. ده even يبقى even لازم يكون اوله يا 0 2 4 6 8. تمام. نيجي هنا مين في دول divisible على 3؟ divisible على 3 تتعبنا شويه، هنقعد نعمل بلس 1 بلس 0 بلس 0 بلس 2 ب 3 يبقى ده كده هينفع. 3 بلس 3 ب 6 يبقى ده كده هينفع. 1 بلس 2 ب 3. 3 بلس 5 ب 8. 8 بلس 6 ب 14. هل 14 في تيبل 3؟ لا مش عايزه. 7 بلس 3 بكام؟ 10. الحمد لله. 10 بلس 4 14. 14 بلس 1 15 يبقى ده هينفع. 1 بلس 3 بكام؟ ب 3. 3 بلس 7 ب 10. 10 بلس 8 ب 18. 18 في تيبل 3 يبقى ده هينفع. مين في دول divisible على 5؟ قلنا تيبل 5 يا اما 0 يا اما 5. يعني انت مش عايزك، انت عايزك، انت تعالى، انت لا، انت تعالى، انت لا. تمام. الموضوع سهل قوي، يعني تحس ان انت بتلعب وانت بتحل الدرس ده. هنا مين في دول divisible على 4؟ ابص على اول 2 digits يا اما زيروز. تمام انا عايزه. يا اما حاجه في تيبل 4. انت في تيبل 4؟ انت في تيبل 4؟ طب انت في تيبل 4؟ لا. طب انت في تيبل 4 في حاجه تايمز 4 تديني 30. 4 تايمز كام ب 30؟ مفيش. لا مش عايزه. هنا انا عايز اعرف مين في دول divisible على 6. عشان يكون divisible على 6 لازم يكون divisible على 2 و 3. طيب بالنسبه لل 2 لازم يكون even، فده كده مش عايزه وده مش عايزه. بالنسبه لل 3 لازم يكون السم اوف ذا digits اللي في تيبل في 3. هل انتوا مجموعكم في تيبل 3؟ 3 و 9 12 هل انتوا مجموعكم في تيبل 3؟ 1 بلس 2 ب 3. 3 بلس 8 ب 11. لا. هل انتوا مجموعكم من غير ما اكمل؟ انا عايز مين في دول divisible على 10. طبعا 10 مش محتاجه، لازم يكون اوله 0. اول رقم 0. تعالى الباقي مش عايزه. هنا مين في دول divisible على 2 و 3 و 5؟ قلت لما 2 تيجي مع ال 5 بدور على الحاجات اللي فيها 0. طب ال 3 دي قصه ثانيه، يعني ده كده انا مش عايزه، ده مش عايزه، ده مش عايزه. نشوفوا الاثنين دول مين فيهم divisible على 3. 6 3 بلس 3 برضو 6 بس كده شكرا. نيجي هنا بيقول لي هنا write the number which are divisible by.
انا عايز رقم يكون ديفيزبل على 2 و 3 مع بعض، عايز حاجه ديفيزبل على الاثنين دول. طب حاجه ديفيزبل على 2 و 3 هتعمل 2 تايمز 3 ب 6. طب 6 تايمز 2 ب 12. طب 12 تايمز 2 ب 24. واقعد بقى اهبط بقى من هنا للصبح، واقعد اهبط. السؤال ده جميل قوي، تقعد تلعب فيه براحتك. اهم حاجه الرقم يكون ايفن وموجود في تيبل 3. تمام. هنا 2 و5. ناخد ال 120 اللي احنا قلنا شغاله مع اي حد. ماشي. طب 2 5 مش 2 تايمز 5 ب 10؟ اه. طب 10 تايمز اي حاجه، اقعد بقى اجيب المالتيبلز بتاعت ال 10. 10 تايمز 2 ب 20 مثلا. بس يعني انا ممكن اعمل الارقام اللي هو بيقول عليها تايمز بعض وابقى وصلت. هتوصل بسرعه قوي. طب 3 و5. 3 و5 اعمل 3 تايمز 5 ب 15. 15 تايمز 2 ب 30 واحط ال 120 عشان انا بحبها. 4 و5 احط ال 120 عشان انا بحبها. 4 تايمز 5 ب 20. 40 وهكذا. اقعد تجيب المالتيبلز بتوعها بقى. 4 و6 اعمل 4 تايمز 6 بكام؟ ب 24. 48 اللي هي 24 تايمز 2 وحط ال 120 عشان بحبها. ال 2 وال 10 2 تايمز 10 ب 20. 40 وحط ال 120 عشان بحبها. بس كده، شكرا. موضوع بسيط. جنرال اكسرسايز بقى بيقول لك هنا عايزك تعمل لي كومبليت. الرقم ده هل هو ديفيزبل على 2 3 4 5 6 10؟ جرب بقى كل الحاجات اللي احنا خدناها. بالنسبه لل2 لازم يكون ايفن. طب ده ايفن؟ بالنسبه لل3 هعمل بلس للرقمين دول لو في تيبل 3. تمام. 1 بلس 2 ب 3. بالنسبه لل4 هتجمع الرقمين دول لو حاجه في تيبل 4. لا، من غير ما اكمل، مش في تيبل 4. بالنسبه لل5 لازم يكون 0 او 5. بالنسبه لل6 طالما هو نفع مع ال2 وال3 هينفع مع ال6. بالنسبه لل10 لازم يكون اوله 0. تمام. موضوع بسيط قوي. جرب تاني كده. بالنسبه لل2 لازم يكون ايفن. بالنسبه لل3 هعمل بلس للرقمين لو في تيبل 3. تمام. 2 بلس 1 ب 3. بالنسبه لل4 هل 21 في تيبل 4؟ لا. ال5 لا. ال6 طالما في واحد من ال2 وال3 ما نفعش يبقى لا. ال10 برضو لا. اللي بعده 225 بالنسبه لل2 ده مش ايفن، مش عايزه. بالنسبه لل3 هعمل بلس للارقام دي. 2 بلس 2 4. 4 بلس 5 ب 9 يبقى هينفع. بالنسبه لل4 هبص الاول 2 هل انتوا في تيبل 4؟ لا. بالنسبه لل5 هل اولك 5؟ بالنسبه لل6 هل هو نفع مع ال2 وال3؟ لا. بالنسبه لل10 هل اوله 0؟ لا. خلاص كده الموضوع ايه؟ سهل قوي. طب وال100؟ ال100 بالنسبه لل2 هتنفع. بالنسبه لل3 لا، مش هتنفع عشان ده 1. بالنسبه لل4 اولها 2 zeros يبقى هينفع. بالنسبه لل5 هينفع. بالنسبه لل6 هل هو نفع مع ال2 وال3؟ لا، نفع مع واحد بس. بالنسبه لل10 وكمل انت الاثنين التانيين دول. طبعا 120 زي ما قلنا صح 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 صح، سهل قوي، ما فيهاش اي حاجه. نيجي هنا بيقول لك complete the following. The number divisible by 2 if the ones digit. لو كان ال ones digit كام عشان يبقى الرقم divisible على 2؟ لازم يكون ال ones digit even. طب هنا the number is divisible by 5. لو كان ال ones digit كام؟ هقول له يا اما 0 يا اما 5. طب هنا all numbers except 0 is divisible by. كل الارقام ما عدا الزيرو divisible على كام؟ على نفسها. يبقى any number except 0 is divisible by itself. اي رقم ما عدا الزيرو هو divisible على نفسه. اللي بعدها each number is divisible by. كل الارقام divisible على كام؟ اي رقم في الدنيا هو divisible على 1. طيب the two numbers 18 و 21
are divisible على كام؟ التو نمبرز دول divisible على كام؟ فهشوف الحاجات اللي انا خدتها واحده واحده. بالنسبه لل2 ده ينفع مع ال2 بس ده ما ينفعش. بالنسبه لل3 ده ينفع مع ال3 اهو 1 بلس 8 ب 9 وده ينفع مع ال3 يبقى هقول له خلاص هما الاثنين divisible على 3. The smallest number which can be added to الرقم ده عشان الريزلت يبقى divisible by 3. مين أقل رقم ممكن تزوده على ده بحيث يبقى divisible على 3؟ فأولا هتعمل بلس الأرقام دي. 6 بلس 7 بكام؟ ب 13. 13 بلس 7 ب 20 يعني دول كده مجموعهم 20. ممكن نزود كام على ال 20 عشان تبقى في تيبل 3؟ أزود عليها 1. يعني أنا محتاج أزود 1 بس. واحدة كمان بيقول لك هنا the smallest number can be added to دول عشان يبقى divisible على 4. مين أقل رقم ممكن تزوده على دول عشان يبقى divisible على 4؟ هتبص على أول 2 digits طبعا تيبل 4 يا إما زيروز يا إما حاجة في تيبل 4. 21 في تيبل 4؟ لا. طب مين أقرب حاجة ليها في تيبل 4؟ 22 لا، 23 لا، 24 يبقى أنا مشيت كام خطوة؟ 3. يبقى أنا محتاج أزود عليه 3. اللي بعدها the smallest number can be added to 7154 to make the result divisible by both of 2 and 5. عشان يبقى divisible على 2 و 5 قلت أهم حاجة يكون أوله 0. 2 و 5 مع بعض يبقى أحط الزيرو على طول. تمام. طب أنا إيه اللي هزوده هنا يخلي لي ده 0؟ هزوده يخليه 0 أهو. طب ده كده 54 56 57 58 59 60. يبقى انا زودت كام؟ زودت 6 تاني. يبقى انا زودت اهو 55 56 57 58 59 60. زودت عليه 6 بحيث ان اول رقم بقى كام؟ بقى 0 وده بقى 6. The smallest digit the smallest 3 digit number divisible by 2 5 and 10. انا عايز اقل 3 digit number يكون divisible على 2 3 و 5 و 10. مستر 120 لا يا حبيبي، انا عايز smallest number اصغر واحد. طب تعالى كده واحده واحده. تعال بص على ال 10 كده. 10 divisible على نفسها اهو، divisible على 2 اهو، divisible على 5 خلاص شكرا هي ال 10. شوف انت كنت هتروح لحد ال 120 لا 120 لما يسيبها لك عايمه ما يقولكش ذا سمولست. سمولست 3 ده هنا كان عايزها 3 ديجيت نمبر طيب يبقى كده هعمل ايه؟ انا خدت ال 10 صح؟ هجيب بقى المالتيبلز بتوع ال 10 لحد ما اوصل لحاجه فيها 3 ديجيتس يبقى 100 بس. طب هنا the smallest 3 digit number divisible by 3 5 and 2. طيب بالنسبه لل 2 وال 5 لازم يكون حاجه في اولها 0. بالنسبه لل 3 لازم يكون السم بتاع الديجيتس في تيبل 3 يبقى 120. طب ليه ما خدتش 110 111 113 114؟ لا، اولا لازم يكون اولهم 0، ثانيا مش هيبقوا divisible على التانيين. جرب كده وقول لي. The smallest 3 digit number divisible by 3 4 and 5. هتعمل لي كده ال 3 وال 5 مع بعض لازم يكون لا ده انا كمان ممكن اعملهم تايمز بعض. طيب 3 تايمز 5 3 تايمز 4 ب 12 12 تايمز 5 ب 60 بس هو عايزه 3 digit number يبقى هتعمل دبل لل 60 تديك 120. ماشي. نيجي هنا بيقول لك 5 times 9 equal 45. يبقى 45 ده multiple لمين؟ اللي multiple ل 5 وال 9 and also 5 and 9 are factors ليها. طيب حلو قوي الكلام ده. يعني هو مديني اكزامبل محلول وعايزني اكمل على نفس الطريقه. تاني كده بيقول لي 5 times 9 equal 45. لو كان ال 5 times 9 45 يبقى ال 45 ده divisible multiple على ال 5 وال 9 and also divisible على ال 5 وال 9. حلو. نمشي بنفس الطريقه. 6 times 8 او 8 times 6 بكام؟ ب 48.
then 48 is a multiple of each of 48 is a multiple of each of 6 and 8 and also divisible by 6 and 8. حلو قوي الكلام ده. 9 times 10 equal 90. Then نقط is a multiple of يبقى 90 is a multiple of 9 and 10. ده ايه العباطه اللي احنا بنعملها دي سهله قوي. And also divisible by 9 and 10. لا مش هكمل انا مش هكمل كملها انت. بص تعال بيقول لك any نقط number is divisible by 2. انهي number في دول divisible by 2؟ الهول ولا البرايم ولا الأود ولا الايفن؟ الايفن طبعا. Any number is divisible by 3 if the sum of the digits of the number is divisible by 3. The number 75 is divisible by 75 divisible على 5. divisible على 5 وينفع divisible على 3 كمان لو كانت موجودة. The number 1132 is divisible by 1132 is divisible by. تعالى كده نشوف هو even هل ال 2 موجودة؟ لا. طب ال 4 تعال نجرب كده هو ده في تيبل 4؟ خدها على طول من غير ما تفكر. The number نقط is not divisible by 4 مش divisible على 4. 12 في تيبل 4؟ لا مش عايزه. 44 مش عايزها. 16 مش عايزها. انا عايز اللي مش divisible على 4. 3516 not divisible by. ده مش divisible على مين؟ بالنسبة لل 3 هتاخد الأرقام تعمل لها بلس. 3 بلس 5 8 8 بلس 1 9 9 بلس 6 15 يبقى ده كده divisible على 3. خلاص مش هاخده. 16 في تيبل 4 لا مش عايزها. 5 لا هتاخدها على طول عشان أوله مفيش 0 مفيش 5. 511 بلس كام عشان يبقى divisible على 5؟ طب عشان اخليه divisible على 5 لازم يكون اوله يا اما 0 يا اما 5. ازود على ده كام؟ زود عليه 4. هوب مفيش 4 مفيش 4 مفيش 4 ازاي؟ خلاص يبقى زود على ده 9. ماشي. The number نقط is divisible by 2 3 4 and 10. هل في 120؟ لا مفيش 120 يبقى تمشي واحدة واحدة. ده ينفع مع الزيرو ينفع مع ال 10 قصدي، ينفع مع ال 4 ما ينفع مع ال 2 ما ينفعش مع ال 3. ده ينفع مع ال 10 ينفع مع ال 4 ينفع مع ال 2 وينفع مع ال 3. يبقى ده كده اللي هينفع مع كله. The number نقط is divisible by both of 4 and 5. انا عايز divisible على 4 and 5 يبقى لازم يكون اوله 0 او 5. لازم يكون اول 2 digits divisible على 4 زي ده كده مثلا. 715 هشيل منها كام عشان يبقى الرقم ده divisible على 4؟ شيل منها كام؟ طب ناخد ال 15 دي. 15 دي انا عايز اخليها حاجه divisible على 4. ارجع بقى لورا كده واحده واحده. 15 ارجع قبل ال 15 في 14 في تيبل 4 لا. 13 لا. 12 يبقى انا كده رجعت كام خطوه؟ رجعت 3. وبكده نبقى خلصنا اول حلقه عندنا. وما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب، وخش على قناه التليجرام وتحمل الفيديو وتحل معايا تاني او تحل لوحدك. واشوفكم على خير الحلقه الجايه. سلام.